الفيلم ديالنا كيبدا مع دانيال اللي كان كيدير تمارين اللياقه البدنيه وباين عليه شخص قوي. كنعرفوا باللي كان خدام مدرب، ولكن دابا ولا لاباس عليه وعنده املاك خاصه وما بقاش خدام. حتى لواحد النهار وهو كيتريني كيف ديما هجموا عليه بزاف ديال الطوموبيلات البوليس باش يشدوه. غير شافهم دانيال حاول يهرب ديك الساعه ونقز من فوق الدار وبدا كيجري في الزنقه، ولكن الزهر ما كانش معاه. فجأة خرجت ليه طوموبيل البوليس ضرباتو وطاح للأرض. ما عرفناش شنو السبب من وراء هاد المطاردة، داكشي علاش غنرجعوا فلاش باك 6 شهور باش نعرفوا شنو وقع. ديك الساعة كنشوفوا دانيال محدامش وكيقلب على خدمة في كاع البلايص، ولكن كان عنده إيمان كبير براسو وباللي كل واحد عنده قوة وطاقة كبيرة كتخليه يكون أقوى واحد في العالم. ولكن هادشي ما غيطراش إلا إذا كان كيتيق بالقدرات ديالو. قرر يولي مدرب لياقة، وكنشوفوه كيتريني بكل جهده باش يكبر العضلات ديالو. وبما انه كان كيتريني في داك لاصال قرر يخدم تما، ولكن الخلصه ما كانش مزيانه. داكشي علاش فكر يمشي يدفع لاصال حسن منه. غير مشى يتلاقى مول لاصال جديد، سولو على افكارو وشنو يقدر يزيد لاصال. دانيال هضر بكل ثقه وقال ليه باللي عنده خطه باش يطور لاصال ويردو بحال منتجع ديال اللياقه، وهذا الشيء غيطلع المدافير والكرباح بزاف. ولكن كاينه مشكله صارح بها مول لاصال، وهي انه كان مسجون شحال هادي وممكن هادشي يدير ليه مشكل. ولكن مول لاصال ما فكرش بزاف وقبل دانيال على قبل الخطه ديالو، وحس باللي غيربح من وراه بزاف ووافق يخدمو ديك الساعه. فرح دانيال وبدا الخدمه، ونهار على نهار بدا كيطبق الخطه ديالو حتى وصل لاصال لواحد المستوى واعر وبدا كيدخل بزاف د الفلوس الملاح. واحد النهار جا واحد راجل اعمال كبير سميتو فيكتور باش يتقيد في لاصال، ومن حسن الحظ دانيال هو اللي كان المدرب الخاص ديالو. فيكتور طول الوقت هو كيتريني كان كيعاود لدانيال على ثروته وباللي هو غني بزاف وعنده ممتلكات كثيره. دانيال بدا كيفكر في هاد الهضره وما بقاش راضي على الوضع ديالو، واخا ضرب تماره باش وصل لديك البلاصه. غير تلاقى مع صاحبه ادريان باش يترينيو بجوج، بدا كيتشكى ليه وباللي ما بقاش حامل حياته وباغي يدير الفلوس باش يدير اللي بغا. حتى ادريان ما كانش عاجبو حاله وباغي يولي غني، وبجوجهم بقاو كيتمناو يوليو اغنياء باي طريقه. لا رد ليه دانيال مشى لواحد الحصه ديال التنميه البشريه، والمدرب تما بقى كيهضر لهم باللي خاصهم يامنوا براسهم ويديروا هدف لحياتهم. اولا يحطوا الهدف، ثانيا يسعوا ليه، وثالثا يطبقوه في الواقع. وقال لهم باللي خاصهم يغوتوا باللي هما اقوياء. دانيال عجبو الحال وبدا كيهوت بالجهد. المدرب عجبو الاصرار ديالو وعطاه حصه فابور بوحدو. من بعد دانيال بدا كيفكر كيفاش يولي غني، وما لقى حتى طريقه اسرح من انه يسرق شي حد غني. وبما انه كيعرف فيكتور مزيان وعارف عنده الفلوس قرر يسرقه. دار خطه وعرضها على صاحبه ادريان، والمفاجاه ان ادريان حتى هو عجبته الخطه ووافق، حيت حتى هو كره حياته. ولكن دانيال قال ليه خاصنا واحد اخر، وبقاو كيفكروا حتى طاح عليهم صاحبهم بول اللي كان ديما سكران وحياته مرونه وكان حتى هو مسجون. ولكن فاش خرج بغى يبدل حياته، وواحد القسيس في الكنيسه عاونو وبدا كيعطيه نصائح، ومن تما بول ولا غادي نيشان. فاش مشى دانيال وادريان لعندو، بول عاود ليهم باللي ما بقاش باغي المشاكل وما بغاش يرجع للحبس ورفض يشارك معاهم. ولكن دانيال بقى كيهضر معاه ويقنعو باللي راه تكون غير عمليه وحده ومن بعد كل واحد غيولي غني من شي في حاله. وبما ان بول ما عندوش صحاب، فرحات دانيال وادريان بقاو معاه ووافق يشارك. بداو كيوجدوا شراو سلاح من واحد المحل، رجعوا للدار وبول حط لهم الخطه، والمهم يلبسوا لبس العسكر باش يحسوا بقيمه المهمه ويمشيو لدار فيكتور ويخطفوه. ادريان كان خايف شويه، ولكن فاش مشاو لدار فيكتور لقاو داير حفله وعنده الناس فما قدروش ينفذوا. رجعوا فكروا في الطخه، لغد ليه مشاو تسناوه قدام سوبر ماركت ولكن ما لقاوش حيت خرج قبل ما يوصلوا. مشيو عاوتاني وبدلوا الخطه للمره الثالثه، تسناوه قدام المطعم ديالو وغير شافوه طفوا لواحد المخزن ماجور. كتفوا وطاو ليه عينيه وبداو كيعذبوا، ولكن فيكتور عرف دانيال من ريحه البارفان الرخيصه ديالو. دانيال تخلع وقرر يقتلو باش ما يبلغش عليهم، ولكن صحابو حبسوا حتى يسرقوا ليه فلوسو كامله عادي داروا اللي بغاو. خلاوه يتصل بمراته باش يقول ليها باللي راه يخبر شويه باش ما تبلغش البوليس. دانيال قسمهم لمجموعات باش يراقبوا فيكتور، وبول كان كيتلاعب بيه ويجيب ليه الماء والماكله حتى فيكتور بدا كيرتاح ليه. من بعد 10 ايام دانيال وجد ورق ديال التنازل على كاع الاملاك، ولكن فيكتور فضل يسني. عاتبوه بزاف وما بقاش، حتى لواحد النهار بول كان كيقرا ليه مجله وفيكتور ضربو وهرب. بول شدو ورجع وبدا كيغوت عليه حيت خانو هو كيسابو صاحبو. في الاخير فيكتور استسلم وسنى الورق. دانيال طار فرحان للبنك، ولكن الموظف فضل يعطيه الفلوس وقال لي خاص فيكتور يجيب راسو او محامي يوثق الورق. دانيال تفكر واحد صاحبو محامي مشى عنده، ولكن المحامي شك وخاف. دانيال عرف بلي هذا المحامي مهووس بكمال الاجسام ووعدو بلي غيردو بطل حيت هو مذيب وعنده علاقات. المحامي طمع وسنى الورق.
دانيال خدا الفلوس وفرقها على صحابو، ومن بعد قال لبول باللي خاصنا نقتلو فيكتور حيت يبلغ علينا. بول رفض يقتلو ولكن دانيال قنعو. داو لبلاصه بعيده، شربوا الشرب بزاف وركبوا في طوموبيل باش يدير اكسيده ويبان حادث، ولكن الطوموبيل ضربت في حيط وفيكتور ما ماتش حيت ادريان اللي مكلخ لبسو حزام السلامه. حاول دانيال يحرق الطوموبيل ولكن فيكتور خرج منها حي. دانيال قرر يضربو بطوموبيل اخرى وبالفعل ضربو خلاه مرمي ومشى، ولكن فيكتور ما ماتش. مشى للسبيطار والبوليس ما صدقوش حيت لقاو فيه حد شراب ومراته ما بلغاتش عليه. فيكتور اتصل بواحد المعقق قديم سميتو ايدو اللي غادي يقنع دانيال يهرب من السبيطار حيت العصابه غتجي تكمل عليه. وفعلا دانيال وصحابو مشاو للسبيطار يقتلوه وما لقاوش، ولكن عرفوا بلي البوليس ما صدقوش فقرروا يفليو عايش ويعيشوا حياتهم بالفلوس اللي سرقوا. دانيال شرى دار وطوموبيل، بول رجع للمخدرات وادريان مشى يتزوج بو مرضى. ولكن المحقق ايدو بدا كيعقق ومشى تلاقى مع فيكتور وبدا كيراقبهم. ايدو دار راسو كيان عند دانيال في لاصال ودانيال بدا كيعاود ليه كاع اسراره بلا ما يحس. بول وادريان كملوا فلوسهم وجاو عند دانيال باش يديروا عمليه ورا. فيكتور حدد المحامي اللي سنى الورق والمحامي خاف ومشى عند دانيال. دانيال ضربو وقال ليه يتصل فيكتور يعرف فين كاين. مشاو للفندق باش يقتلوا فيكتور ولكن ما لقاوش حيت ايدو هربوا. تما دانيال عرف بلي ايدو الكيان ديالو راه معقق. قرروا يديروا عمليه جديده على واحد راجل اعمال سميتو فرانك. مشاو عنده للدار باش يطمعوه في المشروع ولكن فرانك رفض. دانيال هجم عليه وضربو وبالغلط طاح حتى ليه حتى ايدو مات. سرقوا اللي قدروا عليه وبول بدا يحس بالذنب، والمعقق ايدو وصل اليوم وتفتح الملف ديال فيكتور من جديد. دانيال حاول يهرب قرب الجزيره والبوليس تابعينه بالطيارات. قبطوا على ادريان وبول والمحامي، ودانيال مشى للبنك باش يسحب كاع فلوسه ويهرب برا البلاد، ولكن ايدو كان كيتسنى تما. ضربوا براسه صفر رجليه وشدوه. في المحكمه بول اعترف بكل شيء وحلاه في دانيال حيت مرات ادريان شهادات ضدهم. القاضي حكم على بول بالمؤبد وعلى دانيال وادريان بالاعدام. وانا كيسالي الفيلم ديالها.